حال الأندية الجماهيرية الحقيقة بقى سيء جدا، وبعد هبوط الإسماعيلي الاتحاد السكندري وغزل المحلة في خطر، وكمان آخر استعدادات الزمالك قبل مباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري. فأهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما اتكلم عن استعدادات الزمالك للمباراة النهائية الحقيقة اللي هتكون مباراة قوية جدا، خلينا اتكلم معاكم عن الأندية الجماهيرية اللي بمنتهى الأمانة حالها بقى يصعب على الكافر. يعني خلاص تابعنا هبوط الإسماعيلي رسميا إلى دوري القسم الثاني، ولكن الحقيقة ان مجموعة الهبوط فيها منافسة شرسة جدا بنشوفها لأول مرة. الأندية الجماهيرية هي اللي على أعتاب السقوط إلى دوري القسم الثاني، فالحقيقة حاجة تزعل شوية، لأن احنا عارفين ان المباريات الجماهيرية بيكون ليها طعم تاني. خلاص الإسماعيلي هبط، وفاركو كمان رسميا هو ثاني الهابطين، وكمان حرس الحدود قريب جدا من الهبوط. يبقى دول 3 فرق، المفروض يهبط 4 فرق، فالرابع ده في صراع كبير جدا بين الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب. 3 فرق، ولكن المقاولون العرب موقفه يعني افضل من غزل المحلة والاتحاد السكندري. لو بصينا هنلاقي ان المقاولين العرب 33 نقطة، في المركز اللي بعده الاتحاد السكندري 32 نقطة، وبعدين غزل المحلة برصيد 31 نقطة. فالانظار كلها بتتجه نحو المباراة اللي هتحسم كتير جدا، مباراة الاتحاد السكندري وكمان غزل المحلة. مباراة يعني الشعار بتاعها هيكون لا بديل عن الفوز للفرقتين. ال3 نقط اي فريق هيكسبهم هيأمن موقعه في الدوري الممتاز بنسبة كبيرة جدا، فبالتالي الاتحاد السكندري وغزل المحلة هيصارعوا في هذه المباراة، فهتكون من المباريات القوية جدا لو حابين ان انتوا تتفرجوا عليها. كهرباء الإسماعيلية عنده منافسة مع حرس الحدود، لو فاز يعني خلاص هيأمن موقفه شوية. لو تعثر أحد منافسيه، المقاولين العرب عنده مباراة مع وادي دجلة عشان يبعد شوية من المنافسة على الهبوط. يعني احنا هنشوف كم مباراة يعني فيهم ندية وتنافسية بشكل كبير جدا. خلينا بقى نروح لاستعدادات الزمالك لمباراة الإياب، المباراة النهائية أمام اتحاد العاصمة. في البداية قبل ما اتكلم معاكم عن استعدادات الزمالك، خليني اقول لكم ان في مباراة الإياب في الجزائر الزمالك تعرض لهزيمة بسيناريو درامي في الدقائق الأخيرة بعد إلغاء هدف الزمالك، وحسام عبد المجيد تسبب في ركلة جزاء خلاص بيسجلها فعلا أحمد الخلدي لاعب اتحاد العاصمة. بتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 عشان يكون الزمالك مطلوب منه ان في مباراة العودة على استاد القاهرة وسط جمهور الزمالك اللي خلص كل التذاكر المطروحة. يعني في دقايق بسيطة جدا التذاكر كلها كانت خلصت، حوالي 50,000 مشجع هنشوفهم في استاد القاهرة. مطلوب من الزمالك ان هو يفوز على اتحاد العاصمة بفارق هدفين. يعني مطلوب من كابتن معتمد جمال يهاجم كل حاجة، بس يكون حريص ان في اول 10 دقايق ما يدخلش فيه اي اهداف. وقتها الزمالك هيكون محتاج ان هو يسجل 3 اهداف، فالحسابات هتكون اصعب. فبالتالي الزمالك يعني المهمة هتبقى سهلة جدا لو بدأ ان هو يسجل في البداية، هتبقى اصعب واصعب لو اتحاد العاصمة الفريق المنظم اللي بيعرف يكسب خارج ارضه سجل في البداية، فهتكون مهمة صعبة على نادي الزمالك. فبالتالي كابتن معتمد جمال عامل ليها حسابات خاصة وحب ان هو يغير في التشكيل. التغيير الابرز ان بيزيرا يكون في مركز صانع الالعاب وليس على الطرف زي ما بنشوفه دايما، خاصة ان كابتن معتمد جمال جرب بيزيرا في اكتر من مباراة في مركز 10 صانع الالعاب، وقدر ان هو يعني يؤدي اداء كويس المطلوب منه في هذه المباريات. فممكن نشوف بيزيرا بيبدأ بشكل اساسي ولكن في مركز صانع الالعاب. عمر جابر لسه لم يتأكد ان هو هيكون موجود بشكل اساسي، خاصة ان هو مش جاهز بنسبة 100%. الطبي مش عاوز يخاطر بعمر جابر عشان الاصابة يعني ما تتفاقمش اللاعب يكون كويس، فممكن نشوف عمر جابر بيشارك كبديل. في النهاية كابتن معتمد جمال هيهاجم بشكل كبير جدا، ولكن لازم يكون حريص ان ما يدخلش في الزمالك اهداف في البداية. هنشوف المباراة بكرة على استاد القاهرة، يعني جمهور الزمالك اللي هيكون حاضر بقوة، وانا اراهن ان العدد هيكون اكتر من 50,000 في مباراة بكرة. في النهاية اكتبوا لي توقعاتكم، تفتكروا الزمالك ممكن يعمل ايه وهيحقق بطولة الكونفدرالية، ولا ممكن يحصل يعني سيناريوهات غريبة غير اللي كلنا متوقعينها؟